المغرب ثاني اللي لم يأتي. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر أشهد أن لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن مقام الصلاة عظيمة وقد عظم الله بشأنها في كتابه الكريم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. أيها المسلمون، إن الشيطان يحرص كل الحرص على صرف المسلم عن صلاته لعله أنه إذا انصرف عنها انصرف عن بقية أحكام الدين من باب الأولى. ومما يدل على عظم هذا الركن وهي آخر وصية وصى بها صلوات ربي وسلامه عليه أمته عند مفارقة الدنيا، جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فإنه لا دين لمن لا صلاة له ولا حظ له في الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة آخر ما يضيع من هذا الدين وآخر ما يبقى، وذلك ما رواه حكيم الترمذي بسند حسن إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من الدين الصلاة، ورب مسل لا خلاق له عند الله. الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي مفتاح السعادة، وإداءتها مفتاح الشقاوة، ولا شك في ذلك. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. إذن فمنهم أعداد كثيرة من جيران المساجد لا يدخلون المساجد للصلاة فيها، أو يدخل منها لبعض الصلوات ويتركون بعدها، وأعداد كثير تهدر إلى المساجد متأخرين لا تدرك إلا بعد الصلوات مع الإمام، أو لا تدرك منها شيئا. فما عذرك يا عبد الله؟ فما عذرك يا من تسمع النداء؟ وقد يكون المسجد إلى جانب بيتك وأنت صحيح البدن آمن من الخوف، ثم لا تهدر المسجد للجماعة. إن حالتنا اليوم مع الصلاة حالة سيئة خف ميدانها لدينا، وتساهلنا في شأنها، يعني في شأن الصلاة، وسال التخلف عنها أمر عادي. فالأسرة كبيرة في البيت لا يحضر منها إلا الأفراد، وبعض البيوت لا يحضر منها أحد، والذين يحضرون لا ينكرون على المتخلفين. أرادوا
يعني ردوا بوصف المنافقين كما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن من أبرز صفات المنافقين التي وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وقال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. فهل ترضى أخي الحبيب أن تكون في زمرة المنافقين الذين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ إن التخلف عن صلاة الجماعة دليل على جوف الإيمان وخواء، يعني خواء القلب من تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوقيره واحترامه. وإلا كيف يليق لمسلم صحيح آمن يسمع منادي الله كل يوم 5 مرات، وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم لا يجيبه، ويسمع منادي الله وهو يقول الله أكبر، ثم يكون اللعب عنده أكبر، ومشاهدة الأفلام عنده أكبر، والمباريات الكرة عنده أكبر، وجهاز الفيسبوك عنده أكبر، هكذا اليوتيوب، والبيع والشراء أكبر عنده، ومشاغل الدنيا الفانية أكبر. وسمعه وهو يقول: الصلاة خير من النوم، ثم يكون النوم عنده خير من الصلاة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. سلامي أمري صلاة وان هدو جبدو صلاة تكمل تلاف اسم خنامت. مقام الصلاة عظيمة، بوتان صلاة جبيني صلاة ددو جبا. سلامي نمبر اللافا نولا في سجرا، ونيوتي أركاكم نتكتين صلاة هدو تدوچو جرا. ورمنا الصلاة كمسجد ديسس منن وديس. سلامي حالي صلاة حالي هواسني خيسي نمنازس، حالي صلاة كأمني خيسي جرو أكملي نمغبسيس. شيطاني نبرباد نم مسلمات على خير رادبسو، لأنه خير جبدون صلاة والنجي أنجل. جبين قرتي صلاة الرا رسول صلى الله عليه وسلم عليه آخر قرتي ويتا سهرات الموت التي وانجي الصلاة وما ملكت أيمانكم. أبو صلاة أدراجي إرجمان ربي صلوات ربي وسلم عليه. هوري كنا أدران جنة، هوري هي أدران جنة، وانا كنا أدران جنة. واني رسول صلوات ربي وسلم عليه دامي صلاة. إذن صلاة قرتين من دندر قبل أكثر الناس وياج المداخلة أسري سلفي تلقوا صلاة في هذا المسجد. كيف هو وياج المداخلة؟ قومين كجروتي من ساليت لبوسا. إذن مسكين نكون كلا كمدد بينم نكون بفي صلاة كمدد. رسول صلوات ربي وسلم عليه وانجي آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة.
ما يبدين كيسنر وني سين أبدا صلاة حكيم الترمذي ويتوديسو حديث قرتين زيد بن ثابت قديس وان رسول صلوات ربي وسلامه عليه أول ما يرفع من الناس الأمانة أمانات أبا أكما وزيفة اليمان جيتي زمن قرتي خير القرون زمن زنكيستي أماناتنا أبلو في أبلو ملينا من نودي وزيفة اليمان أمانة يروسنتو الفرد إذن وآخر ما يبقى من الدين الصلاة دين كنرى وني ما يبتي في صلاة مسلو قرتي أنس بن مالك قافة قرتي دمشق سوريا لكي إساء أمري إساء تورامة إباوي أمة صلاة التبط خمسجيد النفنة خصلاة قرتي أسري زاهر دك الصلاة ورى قرتي صلاة قرتي في لكو لفاقورتوت وتكون قولي صلاة جزي أركني بويدو أنس بن مالك رضي الله عنه ماذا يبكي هذا الشيء رواية بخاري ما أنتم أبوتش ما تزبوتش خير أن زمان رسول أركر تك أركض تنجيرو ولكن مو صلاة كجا هناو روحي قبول توجه جلتني يروتش توجه جلتني إذن دوبا أمري صلاة أكمل خلاف الخنامك أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة درا قرتي قبلت ونني إذا بنو صلاة ربي إنه إذا مفتاح يو سلامني تولي درجة كفتوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر عن الفحشاء زنا قند خيسا دلبورا قند خيسا حرام دلبورا وانمتو دلبورا وننا قيس صلاة إذا صلح سائر عمله إذا صلح سائر عمله يو سلامني تولي ودرجة كفتوت يو سلامني بدمو دلقان تيتانو نبت صلاة وبلي استها سلامني غير روحي قبولت قال زلت قال تمقرتي بكبرتات رب افتزن مصيبة أودو فيا قبدو قرسولي صلوات ربي السلام عليه إرقمان ربي عبد الله بن مكتوم خيجن أمن وانجين يا رسول الله ليس لي قائد يقودني نما نندير قبو نما مسجد نجيس قبو منخي صلاة ويجين ولهذا بوب إمام البخاري باب وجوب صلاة الجماعة باب وجوب صلاة الجماعة جاء إمام البخاري أتجلت حديث عبد الله بن مكتوم فيه وان جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ينقبض إيه آية دين قلت لي قال هل تسمعوا نداء أي نعم فاجب دين ولو حقوا أول خدت دين مسجدا شريت له إيه عبد الله المكتوم كي جلقمني أتيجا قبض دردرة يا دردرة خيني كأرام صدار اتقوا الله ربها صدار بالله عليكم يا نمهم نقب أبو صلاة من ربي فيك أتيت ورتيمك أبو من ربي دوسنا أبو من ربي دوسان تخيني ما بربان نمي رب الله إن تنصروا الله ينصركم من كنا جنة صلاة التنيسة صلاة الرئيسة قافة في صلاة قافة الإستا مع ذلك تريد النصر إن تنصروا الله ينصركم من ما الجنة هل فهمت هذا الآية دخلنا فهمتي جدا إذا صلح سائر عمله وإذا فسد سائر عمله إلا صلاة نركب بديد لغان تهيب في بيت خدر قيس كفلتو كفلتو برتي أركر خايته كفلتو فوقي ببارا آترامو من نمات جارتي نمات تريد ماذا؟ ما مسجد ربي خان رفته ربي خين كرن ربي كرته سيفوسيس يو كماليتا سومن وون كاسي كندا فيسا رب سودار إذن أعداد
كبيرة مرنا قرتيه الدو ولا مسجد لا يحضرون صلاة الجماعة صلاة مسجد بل صلاة الجماعة كفر صلاة سبيت نقرت أصلي نقرت زوري نقرت ومن الأجائب أخي هاي ندو تابر دعاء سيئك تابر برزوري في أصلي جدو قبري كيسا تكيدا كدا آدم تنبيتون صلاة التوجه كيدي مالف رسول الله صلوات رب السلام عليه غافا ميراج والبه مال أرتي غربا غرتي دغا فودني غرتي ملائكة متا بشيشي خغيزي دغا غمورلا تمنا فودي غيني ناس ديبيو متان غربا اكدواني ديبيا يا جبريل مالك برهم كصلاة واجب الرارف صلاة الصبح الرارف صلاة واجب الرارف لا كان ياتي كيلو لجيرف أصلي سلبت خلم تو بمتين خاص الجنة ودلتاكم يو أذان لجيس ولي سبوك مثلا ناجو إذن هذا تمي مصيبة تنف واللي قرتين مخنا صلاة دور كمال ودو هيا على الصلاة لجو هيا على الفلاح ودو لجو مالك قرتين دفنه إذن الذي يتخلف عن الصلاة هو المنافق أكبر شكيت كمان بشهادة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواية مسلم اسمع الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة هم المنافقون بدون أذر تكملين من صلاة الرهابة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى عبد الله بن مسعود مالجي ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق كسب بيننا زمن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه نمني صلاة الجماعة رحفوا يتخلف يجرى الخان بودان يدف إذا بودان يدف إذن ماذا تحكم عليه ماذا تغميه وتورهنا ورا صلاة الجماعة بين خلق مالجتان يسمع هيا على الصلاة هيا على الفلاح ولكن فيلمني نلالوتو ودونتو من نغرتي فيلمين نلالوتو رو أكبر الله أكبر جاء فيلمني نلالو برت بودا خباني نلالو برت بودا فيسبوك نلالو برت بودا يوتيوب نلالو ربودا واتساب نلالو ربودا كذا الذي يسمع النداء ودو أزال لقيوته أقرد نقرتين مصيبة جائبات الصلاة خير من النوم جان والنوم خير من الصلاة هذا لسان الحال نكس لسان الحال نكس إذن حديث الإيرا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء وان عبد الله بن مسعود رواية مسلم من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم اسمع فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى أي يعني صلاة الجماعة من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف يعني في بيوته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لدللتم وفي رواية أبو داود لكفرتم سبحان الله وفي رواية أبي داود لكفرتم يعني إمام الخطابي وانجي معناه بمعنى أنه يؤدي بكم إلى الكفر بأن يتركوا عرى الإسلام واجب الإسلام شيئا فشيئا سوتا ديسا صلاة تمارو
صلاة الإفنان كفر إذا عبد الله بن مسعود وانجي صلاة الجماعة من سنن الهدى اسكن لك دليل تقدم صلاة تفهم هو لم مسجد قرتي جمع صلاة ديدا مشان ديدا بتربة كتخمنا الصلاة تكنيات ولكن سنن الهدى صلاة الجماعة على الرجال واجب بدون شك واجب إذن صلاة الجماعة فني صلاة من سنن الهدى يومنا الصلاة لدللتم معناه جيد ابن مسعود يود الدني من الصلاة لدللتم وفي رواية أبو داود لكفرتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق منافق معلوم النفاق فمنافق ما انسى هيكمت صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على